القادم أسوأ، ولا كان استمرينا كما رانا بهذا السياسة، إذا كان استمرينا بهذا السياسة وبهذا الآخر صدقوني بالله راح ندخلوا في أزمة خطيرة وخطيرة جدا، وراح نتعرضوا لحصار له أول وليس له آخر. الجزائر مهددة، وأقولها للتاريخ، تهديد من سياستنا الفاشلة. سياستنا الفاشلة ستقودنا إلى فرض الحصار على أنفسنا. احنا اللي رايحين نعطوا فرصة للأعداء أنهم يجندوا العالم ضدنا. وأنا قلت لكم ونعاودها لكم، الجزائر ليست استثناء، والجزائر بقيت القلعة الوحيدة فيما يسمى بدول الممانعة، دول الصمود والتصدي، دول رفض التطبيع اللي بقات واقفة. نعاود نذكركم أن الدول التي كانت هدف للإمبريالية العالمية، للصهيونية العالمية، للوبي الصهيوني العالمي بقيادة فرنسا وغيرها، دول معروفة. العراق انتهى، سوريا انتهت، اليمن انتهى، السودان انتهى، ليبيا انتهت، بقات الجزائر. هذو 6 دول كانت تسمى بدول الممانعة، دول الرافضة للتطبيع: العراق، سوريا، اليمن، السودان، ليبيا والجزائر. هذو 5 دول انتهت، بقات الجزائر فقط. الآن بفضل السياسة العرجاء نتاعنا نحن نضع رقبتنا على طبق من ذهب لأعداء الجزائر التاريخيين باش يذبحونا، لأنه هذا اللقاء الذي جرى قبل ساعات أو قبل ساعة من الآن حسب القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللي يوصلني الخبر الآن، هذا اللقاء هو نتيجة لتصريح الوزير الأول الفرنسي نهار اليوم. يعني الصباح تهديد مباشر وتهديد بإعادة النظر في العلاقات الجزائرية الفرنسية وفي اتفاقيات 1968، وفي أمور كثيرة تهديد وزير الخارجية اللي يقول سنفرض عقوبات على الجزائر، وهذه العقوبات ستكون حتى عقوبات اقتصادية. والآن هذا اللقاء مع حفتر معناتها دق طبول الحرب على جهتنا الغربية. وأنا دائما كنت أقول والآن نقول أكثر: القادم أسوأ من الجنوب الغربي أو الجنوب الشرقي. القادم أسوأ من الجنوب الشرقي. يعني الخطر اللي راح يجينا مش راح يجينا من المغرب، لأنه المغرب محضرين نفوسنا ومنتظرين ومستعدين. الآن الخطر راح يجينا من حدودنا على مالي والنيجر وليبيا، لأنه هذه الزيارة تاع حفتر إلى فرنسا أنا مانيش مطمن لها، وما هيش زيارة بريئة ولم تكن مبرمجة، لأنني أتابع الشأن الليبي جيدا وأتابع الأخبار في ليبيا، لم تكن مبرمجة. هذه الزيارة المفاجئة اللي جات أنا بصراحة مانيش مطمن لها، وكما يقول قلبي راهو يخبط. علينا أن نراجع حساباتنا وعلى صناع القرار، وكلامي موجه مباشرة للقيادة العسكرية. القيادة العسكرية عليكم أن تتحملوا مسؤوليتكم، لأنه وقت الصح المدنيين رايحين يهربوا ويسلموا لكم اليد السخونة تاع المقلة في يديكم. أخطاء السياسيين يدفع ثمنها العسكر، أخطاء السياسيين يدفع ثمنها العسكر، أخطاء السياسيين يدفع ثمنها العسكر.